أولا التبرع بالدم أهمية إنسانية وصحية في نفس الوقت. إنسانية مثلا آه، مساعدة ذوي الأمراض مثل الثلاسيميا، الأنيميا، عدة أمراض مثل الغسيل الكلوي يحتاج إلى دم بشكل مستمر. ومن الناحية الصحية يا أستاذي، فوائد صحية للمتبرع نفسه مثل زيادة نشاط نخاع العظم، وزيادة زيادة نخاع العظم وإنتاج خلايا دم جديدة مثل كريات الدم البيضاء والحمراء، وزيادة نشاط الدورة الدموية. ولأنه يعتبر أحد يقلل نسبة الحديد في الدم، لأنه يعتبر أحد الأسباب لأمراض القلب وانسداد الشرايين. مثل ما ذكرنا سابقا، الأمراض المزمنة، السكري، أمراض الكلى. شخص عمل عملية خلال فترة، خلال سنة، الذي عندهم وشم يمنع من التبرع، مثل هذه الأمراض. وشخص وزنه أقل من 55 كيلو جرام لا يسمح له بالتبرع. الوقت المناسب للتبرع بالدم خلال فترة من 3 أشهر إلى 6 أشهر للمتبرع نفسه. أن يكون كما ذكرنا سابقا خاليا من الأمراض المزمنة. أنت يأخذ قسط من الراحة أو قسط من النوم كافي قبل التبرع. أخذ وجبة طبعا خفيفة قبل